السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنهاردة جاي أعرفكم إزاي نعمل صيانة للبرينتر الريكو لو كل شوية بيدي حشر. بالنسبة الدرج إن إحنا دلوقتي بيدينا كل شوية حشر في الدرج، كل ما بنيجي نحط ورقة بيدي حشر في الدرج، فإحنا بنطلع بكرة الدرج. نطلع الأول الدرج زي ما حضراتكم شايفين كده. طلعنا الدرج، ننزل تحت تبقى فيه هنا بكرة اللي هي دي اللي بيبقى فيها نسبة الحشر كله. فإحنا بنعمل إيه؟ بنطلع البكرة في لوك هنا أهو. اللوك ده هنشد كده، اللوك ده أهو، هتلاقي البكرة طلعت معاك بكل سهولة. هي البقرة دي بتبقى عليها زي بودرة ورق، فاحنا بيبقى مطلوب مننا ان احنا نمسحوها بأكاي. فدلوقتي انا مثلا صاحب محل ما عنديش أكاي، فببدأ اعمل ايه؟ اجيب كهنة مبلولة، يعني حتة كهنة مبلولة، وابدأ امسح البقرة دي كويس جدا كده. هو الأكاي بيبقى افضل، بس يعني انا بتكلم لو مفيش أكاي، كهنة مبلولة، وامسح البقرة دي كويس جدا على قد ما اقدر بحيث ان هي تبقى نضيفة، واشيل من عليها اي بودرة. تمام زي ما حضراتكم شايفين كده انا مسحتها. بنبدأ بقى نرجعها تاني اهي، حطها زي ما شلناها بالظبط. بنسحب اللوك كده، وهي ليه هنا مسار اهو كده. معلش انزل تحت شويه يا محمد كده اهو. وبنبيت اللوك ده عليها تاني، بنقفله عليها تاني اهو، وبنلفها كده بنتاكد ان اللوك كده قفل كده. هي اشتغلت معانا كويس جدا ونقدر نشتغل بيها. بنركب الدرج بتاعنا تاني. الحاجه التانيه اللي عارف ان كله هيسالني عليها، طب بالنسبه للباي بوز برضك بيعمل حشر معانا برضك بكونه فيها اكوي او كونه مبلوله، بتبقى هنا في بكره في الحته ديت بالظبط. انت يا دوبك اول ما بتحط ايدك كده البقره بتبقى ظاهره معاك، بتحس بيها وبتلفها لفه كده لفوق، وبتبدا تمسحها تاني وتلف وتمسح تاني، وتلف وتمسح تاني كده. البقره اتمسحت كلها معاك ان شاء الله كده. مفيش حشر. وما تنسوش تعملوا متابعه واشتراك، وشكرا جزيلا ليكم.